لازم الواحد يبقى قوي ايجابي، يبقى في احسن حالاته طول الوقت. الحقيقه ان الكلام ده ممكن يعني يودي البني ادم في حته مش لطيفه خالص. ليه بقى؟ لانه ده بيحمل عليه اعباء زياده. بقول لكم ده من واقع يعني تجربه شخصيه، انه يمكن اللي يعرفني من الدوائر القريبه يحس ان انا شخص يعني ايجابي، بحمس الناس وبساعد الناس. لكن كمان في اوقات انا ما بيبقاش عندي طاقه، ببقى يعني في حاله ضعف، واوقات بسال نفسي هو ده صح ولا غلط؟ يعني الاحسن ان الواحد يبقى ما بيحبطش الناس ويبقى فعلا عند توقعاتهم، ولا انساني جدا ان الواحد يبقى ضعيف؟ الحقيقه انه مهم لينا كلنا مهما كانت درجه قوتنا او حماسنا او ايجابيتنا ان احنا نمارس ضعفنا. الضعف قيمه انسانيه يعني مهمه جدا، ان احنا نسمح لنفسنا نطلع الضعف، نعبر عنه، وكمان نطلب المساعده. لانه انا واحده من الناس كنت عندي كبر في ان انا اطلب مساعده من حد. دلوقتي بمرن نفسي على انه لا، انا ممكن اطلب المساعده، وممكن اقول مش قادره، وممكن اقول ان انا يعني ضعيفه ومحتاجه حد ياخد بايدي. كلنا محتاجين ناخد بايد بعض، وده بقى كمان بيدعم وبيسند العلاقات وبيقويها، وبيبقى اختبار حقيقي لما احنا نسمح لنفسنا ما نبقاش انانيين ان احنا بس نقدم المساعده. ان احنا لما نطلب المساعده للاخرين احنا بنديهم رسائل ان انتوا عندكم رصيد كبير، انكم عندكم قوه تقدروا تمنحوها للاخرين. احنا اوقات بنفهم الحاجات بشكل غلط، وبالاستمرار فيها ده ممكن يودينا في حته ان احنا نفقد العلاقات، وفي نفس الوقت نفقد المحبه، لانه طلب المساعده والاعتراف بالضعف ده ممكن يخلق نوع من انواع المحبه بين الناس. فاوقات بنحرم نفسنا من حاجات لمجرد ان احنا عندنا مفاهيم غلط وبنطبقها في حياتنا بشكل غلط. قولوا لي انتوا كمان رايكم وخبراتكم ايه؟ بتعرفوا تطلبوا المساعده من حد، ولا بتحسوا انه لا انا قوي ومش لازم اطلب مساعده من حد، وكل ما بينت ان انا مستغني كل ما بقيت احسن؟ ايه رايكم؟